أهلا بكم. اليوم قوة الهضرة وقوى المتدخلين، وهذه مسألة زوينة أن كل شيء ولا عنده الحق يهضر ويقول رأيه في كل شيء، في غزة، في أوكرانيا، في روسيا، في الصين، في الدين، في الحياة، في الزواج، في الطلاق، في الحزن، في الفرح، في الرياضة، في المرض، في الأكل الصحي وغير الصحي، في كل شيء، في الكرة. ولكن كيبان ليا على ان اللي كيهم اي واحد اكثر من هذا الشيء كله هو القضايا اللي كتمسو بشكل مباشر في بلادو، في دولته، في شعبه، في امته، لان هي اللي فيها هو، هي اللي فيها اسرته. طبعا حنا كنتفاعلوا مع العالم كامل، ولكن بقدر ما هاد الحريه ديال التعبير اللي كاينه واللي هي رائعه وغير مسبوقه مهمه، كاين بقدر ما الخطر ديال انك تعرف المعلومات مقلوبين، ديال انك تعتبر شي موضوع مهم هو ماشي مهم، ديال انك تطرح السؤال اللي ماشي صحيح، وبالتالي كتمشي في طريق البحث على اجوبه اللي ما عندك ما دير بها، او اللي كتقبطها حتى هي مقلوبه، وبالتالي كيولي وعيك ومعرفتك اللي عليهم كتبني موقفك ورايك كل شيء غلط. هذا هو اهم شيء. غادي نحاولوا نهضروا في هذا الشيء انطلاقا من غدا 2 دقائق في كل حصه، وهاد 2 دقائق في كل حصه اللي غادي نهضروا غادي نسميوها مجرد راي، مجرد فكره. واخا اذا نهار ونهار لا من غدا بالضبط في النهار. ما نلتزموش بشي وقت لان احنا ماشي اداره، احنا ماشي مؤسسه، ولكن غادي نلتزموا مره في اليومين، خفيف وظريف. اش ظهر لكم؟ مجرد فكره، مجرد رأي، مجرد إشارة، ومجرد ضوء.